الإجابة دي هي اللي هتفرق ما بينك انت رامي عادي ولا رامي عايز يبقى بطل. أنا مرة كنت بتفرج على رامي شاطر جدا، زي ما بتقول كده لعيب لعيب، بس حسيت ان هو مضغوط شوية، فرحت له وسألته هو انت بتتمرن ليه؟ فقال لي انا بتمرن عشان لو خسرت الناس هتتكلم عليا وحش وممكن افقد مكاني في وسط الفريق. ساعتها انا فهمت، هو مش بيجري عشان حلمه، هو بيجري عشان الكابوس اللي خايف منه. وده فرق كبير وضخم جدا ما بين الاتنين. في ناس بتتمرن عشان شايفين حلم كبير هم عايزين يروحوا له، وفي ناس تانية بتهرب من الفشل اللي بيجري ورا ظهرهم. خلي بالك ان الطموح هو اللي هيبنيك، وان الخوف هو اللي بيستهلكك. الطموح بيخليك تتحرك بثقة، انما الخوف هيخليك تتوتر مع كل طلقة وتحسب ان كل غلطة هي نهاية العالم. لو بتتمرن عشان بس ما تخسرش، في يوم هتتعب وتسيب اللعب خالص. لكن لو شايف هدف حقيقي بتجري وراه عشان انت بتحبه وعايز تحققه، فحتى لو وقعت هتقوم تاني وانت متحمس انك تكمله للآخر. انا عايزك تسأل نفسك بصدق، هو انا بتدرب ليه؟ انا بتدرب عشان انجح ولا عشان مفشلش؟ الإجابة دي هي اللي هتفرق ما بينك انت رامي عادي ولا رامي عايز يبقى بطل.